عسلامة، أهلا وسهلا بكم. بما أنه شتوية ما تحلى فيها كان الحاجة المحرحرة، على هذاك جبت لكم عجة بالمرقاز تونسية محرحرة ومعاها خبز المطلوع يعمل 66 كيف. كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله على الشاشة متاع الخبز والريحة متاعه اللي فاحت في الدار ما نحكي لكمش. يلا نبدأ مع بعضنا المقادير. أول حاجة خذيت البول متاعي حطيت فيها ماء سخون، مغرفة متاع ماكلة خميرة وشوية سكر ومغرفة زيت زيتونة، وحطيت رطل سميد، لكني انا من بعد زدت شوية سميد حسب الحاجة. وما تنسيوش الملح. شوفوا لهنا التكستير متاع العجينة متاعي كيفاش طرية على الاخر، واصلا يعني تحسوها هكا جارية شوية باش تجي هكاك التكستير متاع الخبز شوشة. خذيت المقلة متاعي حطيتها على النار تسخن، حطيت المرقاز كما قاعدين تشوفوا. المرقاز راني حطيته من غير زيت المرة الاولى، حبيت الدهون متاعو هي اللي تذوب. من بعد تالي زدت 3 مغارف زيت زيتونة، بصلة مقصوصة جويدة وبرشا ثوم. بالحق العجة تحب الثوم، اذا تحبوها فايحة كثروا الثوم. خديت لهنا ما يقارب رطل طماطم قصيتها مكعبات، وهريسة عربي ومغرفة طماطم معجونة، مفوحة ملح وفلفل أكحل، تبلو كروية وفلفل زينة، وخليتها تتقلى على نار هادية باش الطماطم الكعب تسيب ماها كما قاعدين تشوفوا. زدت لها شوية ماء وغطيتها وخليتها تطيب. بعد ما وصلت للقوام اللي قاعدين تشوفوا فيه، زدتها حرعبم. لهنا اللي يحب يخليه مروب يخليه مروب، واللي يحبه طيب كيفي ينجم يطيبه. زدت رشة فلفل اكحل على العظم كما قاعدين تشوفوا. هذه العجة متاعي نهائيا. زدتها فلفل اخضر خليه في الاخر على خاطر نحبه هكا يقعد يتقرمش، مع رشة معدنوس ورشة زيتون اخضر. حسيلو بالحق بنا 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 بنا، نودكم ولا نشهيكم وننصحكم تجربوها. ناسي شعب قرن فلفل برلعبيد. نرجعوا للخبز صاي بعد ما خمر. باش نسحق برشا سميدرة ونرشوا على رخامة كما قاعدين تشوفوا. العجينة طرية 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 على الاخر. لميتها وقسيتها على 5 خبزات. بطبيعة الحال نكورهم ونفرطحهم ونخليهم يرتاحوا شوية، حكاية درجين ربع ساعة هكاكا. ونحط الحمار متاعي يسخن على الغاز مليح مليح على ونخليها على نار متوسطة الى عالية كما قاعدين تشوفوا. لهنا غطيتهم باش يرتاحوا، وتوا باش نبدا نطيبهم. على فكرة راهم يقبلوا طيب بالكدا، ويلزمك ديما تقلبوا الحمار متاعكم، يلزم يسخن مليح 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 كما قاعدين تشوفوا. كل شويه وين ندور ندور ندور، يعني ما نخليهش يطيب من جهه ومن بعد تالي باش ندوروا، لا. وبريسك هو كيف يطيب يعمل هيك النفخه فجاه هكا يتنفخ كما البطبوط. اما هو هذا مطلوع، يعني مش بالضروره يتنفخ بنفس الطريقه، يجيكم طري وهشوش. عرفتوا البات حتى الخبز كيف تكبس عليه هكا بين يديك وترجع تحله يمشي معك. بطبيعة الحال نوسعت بالي على الاخر في التطيب، يصلح برشا مع الملوخية، مع هكايا الحاجات مع صحين تونسي، عارفة زيت البنينة هكا ولا مشخشخة. ما نسيوش نطيبوه هكا في العجناب زادة مع الاجواء الرمضانية ان شاء الله. لهنا رغم اني مازلت ما كملتش طيبة الخبز متاعي الكل، اما حبيت نوريكم الريزولتا نتاعو وسخون راه بسم الله ما شاء الله. وفي ما تنسوش تغطيوه خاطر كي تغطيه هكاكا يرجع عليه البخار نتاعو ويخليه يطرى كما قاعدين تشوفوا. فارغ من داخل يعملك الطبقة وزيد هشوش حسيلو الدار الكل شيخوا عليه كالعجة كالخبز. نودكم ولا نشهيكم
كما قاعدين نشوفوا معنا ريتو كيفاش نحب نوريكم اللي هو طري 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 على الاخر. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا جرس التنبيه، تعملوا جيم بارتاج الفيديو، والى اللقاء ان شاء الله لوصفه اخرى. بسلامه.